الديون كترت والحاله مش مظبطه وما انتش عارف تعمل ايه، جايب اخرك في الشغل بس الرزق لسه ضيق. انا النهارده جايب لك الحل. في يوم من الايام كان في واحد صحابي اسمه سيدنا ابو امامه. سيدنا ابو امامه كان قاعد في المسجد في وقت مش وقت صلاه، فالرسول عليه الصلاه والسلام شافه قاعد في المسجد فساله: ما لي اراك في المسجد في غير وقت صلاه يا ابو امامه؟ انت بتعمل ايه في وقت مش وقت صلاه في المسجد يا ابو امامه؟ فقال لي: يا رسول الله هموم لزمتني وديون علي، يعني علي ديون وعندي هموم يا رسول الله ومش عارف اعمل ايه. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له: افلا ادلك على شيء اذا قلته اذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ يعني هقول لك على حاجه لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى هيذهب عنك همك ويقضي عنك دينك. قال له: بلى يا رسول الله، يعني قول لي يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له: قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. فسيدنا ابو امامه بيقول انه لما واظب عليها ربنا سبحانه وتعالى اذهب عنه همه وقضى عنه دينه.